السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. معكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنشرح درس مهم جدا جدا، بس قبل ما أبدأ في الفيديو عايز منك سبسكرايب وعايز منك لايك وعايزك تفعل الجرس وعايزك تعمل مشاركات أكتر عشان الفيديو ده يوصل لكل أصحابك وأحبابك. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدرس اول درس معانا في التاريخ بيقول لي الحياه الاجتماعيه. طبعا الحياه الاجتماعيه يعني هنرجع لاجدادنا القدماء، هنرجع ليه لاجدادنا القدماء ونشوف العادات والتقاليد اللي كانوا بيتمسكوا بيها. هنشوف اهو ما المقصود بالحياه الاجتماعيه. يلا نشوف يعني ايه حياه اجتماعيه. مجموعه من العادات والتقاليد، حاجات مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري. جميع ما المقصود بالحياة الاجتماعية؟ مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري في الايه؟ في المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها. ده المقصود بالحياة الاجتماعية. طبقات المجتمع المصري القديم. يلا نشوف يعني ايه طبقات، يعني ايه طبقة اجتماعية. ما المقصود بالطبقة الاجتماعية؟ مجموعة من الافراد تجمعهم صفات ومصالح واهداف مشتركة. يعني الناس الاغنياء، في ناس غنية معاها فلوس، ففي ناس يعني شبههم، في ناس معاها فلوس فبتلاقي ناس شبهها برضو معاها فلوس اغنياء، بتجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة. يعني كده ما المقصود بالطبقة الاجتماعية؟ مجموعة من الأفراد، يعني في ناس غنية وفي ناس إيه فقيرة. الناس الغنية معاها فلوس، الناس الفقيرة اللي هي ما معاش إيه فلوس. المقصود بالطبقة الاجتماعية مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح وأهداف إيه وأهداف مشتركة. يلا نشوف طبقات المجتمع المصري القديم. تكون المجتمع المصري القديم من عدة طبقات. يعني تكون المجتمع المصري القديم من عدة طبقات. طب يلا نشوف. الطبقة الأولى فرعون وأسرته. الطبقة الأولى فرعون وأسرته. الطبقة الثانية الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الطبقة الثالثة صغار الموظفين، يعني مش الموظفين اللي في المراتب العليا، لا، صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. أصحاب الحرف المتميزين، يعني كويسين في الحرفة بتاعتهم. الطبقة الرابعة عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. يلا مع بعضينا تاني. انقسم انقسم المجتمع المصري إلى عدة طبقات. واحد، الطبقة الأولى فرعون وأسرته. اثنين، الطبقة الثانية الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. طب رقم ثلاثة، الطبقة الثالثة صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. الطبقة الرابعة عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. دي كانت طبقات المجتمع المصري. يلا هنتكلم عن الأسرة. الأسرة يعني إيه؟ الأب والأم والأبناء. هنعرف كل واحد الواجبات اللي عليه والحقوق اللي ليه. كانت الأسرة القديمة شأنها الأسرة الحالية تتكون من الأب والأم والأبناء، لكل منهم دور يؤديه. يلا نشوف الأب اللي هو رب الأسرة. الأب اللي هو إيه؟ رب الأسرة. يلا نشوف الواجبات والحقوق. واجبات رعاية الأسرة وحمايتها. واجبات الأب اللي هو إيه؟ اللي يخلي باله من الأسرة بتاعته، رعاية الأسرة وحمايتها. اتنين، توفير ما تحتاجه أسرته. توفير ما تحتاجه أسرته. طب حقوقه بقى له حق الطاعة والتقدير والاحترام من ايه؟ من زوجته وأبنائه. كده عرفنا واجبات الأب. إيه واجبات الأب؟ واحد، رعاية أسرته وحمايتها. اتنين، توفير ما تحتاجه أسرته. طب حقوقه له حق الطاعة والتقدير والاحترام من زوجته وأبنائه. من زوجته وأبنائه. ده الأب. يلا نشوف الأم. هنا بيقول لك ممكن يجي سؤال في الامتحان يقول لك احتلت المرأة مكانة ايه مهمة في الأسرة. احتلت المرأة في مصر القديم مكانة مهمة في الأسرة. يلا نشوف واجباتها وحقوقها.
واجباتها الإشراف على شؤون البيت من تنظيف وترتيب وطهي، يعني بتنظف البيت وبترتبه و... وبتعمل الأكل. اتنين، تربية الأبناء، بتعمل إيه؟ بتربي الأبناء. رقم ثلاثة، مساعدة زوجها في بعض الأعمال، بتساعد زوجها في بعض الأعمال. طب حقوقها، لا حق الوراثة اللي هي تورث. زمان يعني كان في يعني كان في مجتمعات كده ان المرأة ملهاش حق الوراثة، لا دي ليها حق الوراثة والشهادة. يعني الشهادة دي يعني تروح المحكمة ليها شهادة بيها، ليها ايه، ليها انها تتكلم وتقول يعني. التعاقد اللي هي انها تمضي. البيع والشراء اللي هي تبيع الاشياء وايه وتشتري. كده عرفنا احتلت المرأة مكانة مهمة في مصر القديم أو في الأسرة القديمة. واجباتها الإشراف على شؤون بيتها من تنظيف وترتيب وطهي. اتنين، تربية الأبناء. تلاتة، مساعدة زوجها في بعض الأعمال. وحقوقها لا حق الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع والشراء. يلا نشوف الايه دي. عرفنا الاب. عرفنا ان الاب واجباته رعايه الاسره وحمايتها وتوفير ما تحتاجه اسرته، وحقوقه له حق الطاعه والتقدير والاحترام من زوجته وابنائه. الام واجباتها الاشراف على شؤون البيت من تنظيف وترتيب وطهي. تربيه الابناء، مساعده زوجها في بعض الاعمال. حقوقها لها حق الوراثه والشهاده والتعاقد والبيع والشراء. يلا نشوف الابناء. واجبات الابناء ايه؟ الحرص على التفوق الدراسي. انا موفر لك اكل وموفر لك كل حاجه، شرب وموفر لك كل حاجه، لازم تبقى متفوق دراسيا. الابناء الواجب بتاعك انت كابني: واحد، الحرص على التفوق الدراسي. اتنين، احترام والديهم ومساعدتهم في اعمالهم، اللي انت بتحترم والديك وبتساعدهم في في اعمالهم. رعاية كبور والديهم بعد وفاتهم، يعني يروحوا الكبار بتاع والديهم بعد ما يموتوا ويراعوا القبور، يشوفوا رعاية قبور والديهم بعد وفاتهم. كده عرفنا واجبات الأبناء. قول ورايا: واحد، الحرص على التفوق الدراسي. اتنين، احترام والديهم ومساعدتهما في أعمالهم. رقم ثلاثة، رعاية قبور والديهم بعد وفاتهم. طب حقوقهما بقى: لهم حق التربية، اللي انا هربي ابني له حق التربيه وتعليمهم اداب السلوك الحميده والاخلاق الطيبه والعلوم المختلفه. يعني انا هعلمك علوم مختلفه، مش حاجه واحده بس، لا انا ليك حق التربيه، واعلمك السلوك والحميده والاحترام والاخلاق الطيبه والعلوم المختلفه. ده حقوق الابناء. يلا نشوف العلاقات الأسرية. كان المصري القديم يعتني بأسرته ويحرص على إسعاد زوجها ولا ينازعها ويعاملها بكل رفق وحنان. اتنين، كان الزوج يساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر لذلك. كده احنا خدنا طبقات المجتمع، عرفنا طبقات المجتمع، وعرفنا الأسرة، الأب والأم والأبناء، وعرفنا واجبات، وعرفنا حقوق كل واحد منهم. يلا نشوف المسكن بقى. شوف المسكن بتاعه. كان المسكن المصري القديم يبني من الطوب اللبني، يعني شوية طين كده، شوية طين كده، ويعملوهم ويعملوهم على شكل جالب كده، وكان بيبني بيه. كان المصري القديم يبنى من القديم السكن بتاعه يبنى من الطوب اللبني، وقد يتكون من طابق واحد أو اتنين بس. طابق واحد أو اتنين، وانقسم إلى مساكن عامة الشعب. دي مساكن عامة الشعب اللي هي تميزت بالبساطة، حاجة بسيطة كده. اتنين، تكونت من حجرة واحدة أو اتنين كمساكن عامة الشعب. واحد، تميزت بالبساطة. اتنين، تكونت من حجرة واحدة أو اتنين. طب مساكن الأغنياء كانت أحسن حال طبعا. مساكن الأغنياء كانت أحسن حال، فكانت رقم واحد أكثر اتساعا وتحيط بها الحدائق الجميلة، كانت أكثر اتساعا. اتنين، جدرانها محلاة بالزخارف والنقوش، يعني مكتوب كده على الجدار بتاعها أشكال وزخارف ونقوش. قصر فرعون تميز بالفخامة والاتساع. قصر فرعون تميز بالفخامة والاتساع. ده المسكن وتأسيسه.
يلا نشوف اساس بقى، الاساس بتاع البيت، يعني العفش بتاع البيت. العفش بتاع الايه البيت. اختلف الاساس من منزل لاخر. هنا يقول لك بمتفسر: اختلف الاساس من منزل لاخر. ليه؟ وذلك حسب الظروف المعيشيه للاسره، حسب كل واحد. يعني واحد معاه فلوس بيشتري، واحد ما معهوش فلوس ما خلاص هرد حاله، حسب الظروف المعيشيه للاسره. كانت منازل المصريين القدماء مليئة بما يلي: واحد، الأسرة يعني السراير، الوسائد، المق... كده واحد الأسرة. اتنين الوسائد. رقم تلاتة المقاعد. ليه؟ المقاعد. الصناديق الخشبية، الصناديق الخشبية لحفظ الملابس. وما كانش عندهم ما كانش في دواليب زمان. ما كانش في دواليب زمان. الصناديق الخشبية لحفظ الملابس والموائد وأوعية الطعام والمياه. كان في كده عرفنا تختلف الأساس من منزل آخر بسبب حسب الظروف المعيشية للأسرة. كانت منازل المصريين القدماء مليئة بما: واحد الأسرة، قلنا السراير، الوسائد، المقاعد، الصناديق الخشبية لحفظ الملابس والموائد وأوعية الطعام والمياه. دي الاساس اساس المسكن. يلا نشوف الملابس. هو اللبس بتاعهم كان عامل ازاي؟ اختلفت ملابس المصريين في مصر القديمة. السؤال بيقول لي طب ما تفسر هي اختلفت ليه؟ بسبب اختلاف طبقات المجتمع. بسبب اختلاف طبقات المجتمع. واحد، كانت ملابس عامة الشعب، يعني عامة الشعب تصنع من الكتان. ملابس عامة الشعب كان بتصنع من الكتان. كلمة ملابس فرعون بقى، فرعون والناس الأغنياء دي بتصنع من الحرير المستورد من فينيقيا اللي هي سوريا حاليا. كده اختلفت ملابس المصريين في مصر القديمة بسبب اختلاف طبقات المجتمع، حيث واحد، كانت ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان. اتنين، كانت ملابس فرعون والأغنياء تصنع من الحرير. تصنع من الحرير المستورد من فينيقيا اللي هي سوريا حاليا. وكانت تطرز بالذهب والفضة، يعني كان محطوط عليها ذهب وفضة. لو جه كده احنا عرفنا ليه الملابس كانت عامة الشعب كان بتصنع منها الكتان. اتنين، كان ملابس فرعون ولا أغنياء بتصنع من الحرير المستورد من فينيقيا اللي هي سوريا حاليا. وكانت بتطرز بالذهب والفضة، يعني بيبقى محطوط عليها ذهب وفضة. تعال نشوف الزينة. أحب المصريين القدماء التزيين فاستخدموا العقود، الأكراد، الأساور، العطور، المشاط، المشط، الحنة، الكحل، الخواتم. دي اللي هي الزينة. كده استخدم المصريين القدماء الزينة، فاستخدموا: واحد العقود والأكراد، الأساور، العطور، المشاط، الحنة، الكحل والخواتم. دي اللي هي الزينة. يلا نشوف العادات والتقاليد بتاعتهم. اختلفت في مصر القديمة حسب الموقف وما يتم فيه. الطعام، تعال نشوف هما كان بياكلوا ازاي وآداب الزيارة وسائل الترفيه عندهم. الطعام، كان المصريون القدماء يتناولون 3 وجبات في اليوم، يعني زينا كده: فطار، غدا، وعشاء. ويغسلون أيديهم قبل تناول الطعام، تغسل إيدك قبل الأكل وبعده. ويتناولون الطعام في بداية الأمر على حصير، يعني كده على حصيرة كده. ثم عرفوا المواد المنخفضة، الطبلية. ليه الطبلية؟ ثم عرفوا المواد المرتفعة اللي هي السفرة ذات المقاعد. سفرة وكراسي ذات المقاعد التي يجلس عليها الأفراد. كده عرفنا العادات والتقاليد. الطعام، كان المصري القديم: واحد، بيتناول 3 وجبات في اليوم: فطار، غدا، عشاء. اتنين، يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام، قبل الأكل وبعد. 3، يتناولون طعامهم في بداية الأمر على حصير، كان على حصيرة كده. ثم عرف المواد المنخفضة اللي هي الطبلية. ثم عرف المواد المرتفعة اللي هي السفرة ذات المقاعد التي تجلس عليها الأفراد. سفرة كده وحوالينا الكراسي. دي الطعام. تعال نشوف أدب الزيارة. كان المصريون القدماء يلتزمون بآداب الزيارة، حيث لا يدخلون البيت إلا بعد أن يؤذن لهم. طبعا انت بتيجي البيت بتخبط على الباب كده: اتفضل خش. ينفع تخش كده على طول؟ لا طبعا.
كان المصريون القدماء يلتزمون بآداب الزيارة حيث يدخلون البيت إلا بعد أن يؤذن لهم، إلا بعد أن يؤذن إيه لهم. كده احنا خدنا خدنا الطعام، خدنا آداب الزيارة. يلا نشوف وسائل التسلية والترفيه. طبعا يلا نشوف آداب التسلية والترفيه. طبعا حياتهم كلها ما كانتش جد وكفاح. لم تكن حياة المصريين القدماء كلها جد وكفاح. لو جه الصح وغلط، لم تكن حياة المصريين كلها جد وكفاح. صح. حل. دلل. حيث كان يلجؤون لبعض الأساليب للترويح عن أنفسهم. حيث كان يلجؤون لبعض الأساليب للترويح عن أنفسهم، يعني يلعب رياضة كده عن نفسه شوية. مثل رياضة الصيد والألعاب الرياضية والموسيقى والغناء. والغناء. يلا نشوف اهي رياضة الصيد. مارس المصريون القدماء رياضة الصيد حيث صيدوا طعام الحمام والبط والأسماك والغزلان والأسود. 5 حاجات. اصطادوا كام حاجة؟ 5 حاجات كده. مارس المصريون القدماء رياضة الصيد حيث اصطادوا الحمام والبط والأسماك والغزلان والأسود. ومن أهم الأدوات التي استخدموها في الصيد عصا الرماية والحربة، الشص اللي هو الصنارة والشباك. وكده عرفنا رياضة الصيد. مارس المصري القديم رياضة الصيد حيث اصطاد البط والحمام والأسماك والغزلان والأسود. ومن أهم الأدوات التي استخدموها في الصيد عصا الرماية والحربة والشص والصنارة والشباك. دي الصيد. يلا نشوف الألعاب الرياضية اللي عندك. طبعا كان في ألعاب للرجال، ألعاب للمرأة، ألعاب للأطفال. عرف المصري القديم الكثير منها والتي تمثلها في واحد. ألعاب الرجال زي زي لعبة التصويب على كتلة خشبية. يعني كان بيجيبوا كتلة خشبية كده وكان بيصابوا عليها. طبعا اللي يجيب في الكتلة الخشبية دي يبقى هو اللي فاز كده. ألعاب الرجال لعبة التصويب على الكتلة الخشبية، ده رقم 1. 2 ألعاب المصارعة المبارزة، المصارعة كده. ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والتحطيب. وكان في العاب بتعتمد على التفكير مثل الشطرنج. ده شطرنج كده. عرفنا من العاب الرجال نقط ونقط ونقط. هنقول له المصارعة ورفع الأثقال والتحطيب، دي ألعاب الرجال. إذن ألعاب الرجال لعبة التصويب على الكتلة الخشبية، ولعبة المصارعة اللي هي المبارزة ورفع الأثقال والتحطيب. رقم 3 ألعاب تعتمد على التفكير مثل الشطرنج. مثل الشطرنج. ده ألعاب ألعاب الرجال. يلا نشوف ألعاب المرأة. لعبة تقاذف الكرات، يعني بيرمي الكرة لبعض، اسمها ألعاب المرأة لعبة تقاذف الكرات. إذا لعبة تقاذف الكرات من ألعاب نقط، من ألعاب المرأة. يلا نشوف ألعاب الأطفال زي لعبة العصا والطوق ولعبة إخفاء الوجه. مثل لعبة العصا والطوق ولعبة إخفاء الوجه. كده عرفنا الألعاب الرياضية 3 حاجات: ألعاب للرجال وألعاب للمرأة وألعاب للأطفال. ألعاب الرجال لعبة التصويب على كتلة خشبية، لعبة المصارعة اللي هي المبارزة ورفع الأثقال والتحطيب. كم حاجة؟ لعبة المصارعة اللي هي المبارزة، وعندهم رفع الأثقال، وعندهم التحطيب. والألعاب بتعتمد على التفكير مثل الشطرنج. ألعاب المرأة لعبة تقاذف الكرات. ألعاب الأطفال لعبة العصا والطوق ولعبة إخفاء الوجه. لعبة إخفاء الوجه. يلا نشوف الموسيقى. عرف المصريون القدماء الموسيقى وحبوها. عرف المصريون القدماء الموسيقى وحبوها. من أهم الآلات الموسيقية التي استخدموها في العزف المزمار والطبول. هم كده عرف المصريون القدماء الموسيقى وحبوها. من أهم الآلات التي استخدموها في العزف 1 المزمار، و2 الطبول. دي الموسيقى. يلا نشوف الغناء. عرف المصريون القدماء الغناء. رقم 1 المصحوب بالموسيقى أو بدونها. يعني ممكن كان في زمان كده كان عرف المصريون القدماء الغناء والله مصحوب بموسيقى مش أو من غناء عادي أو بدونها. المصحوب بموسيقى أو بدونها. الفردي أو الجماعي، يعني واحد ممكن يغني لوحده أو مع جماعة.
وفي برضو الايه الغناء الوطني الشعبي الديني. كده عرف المصريين القدماء الغناء واحد كان في واحد ده الغناء المصحوب بالموسيقى او بغيرها، الفردي اللي هو لوحده او مع الجماعة، الغناء الوطني او الشعبي او الايه او الدين. ده الايه الموسيقى. يلا نشوف الاعياد والاحتفالات. يلا نشوف الايه الاعياد والايه والاحتفالات. كان المصريون القدماء يحتفلون بالمواكب والمواسم والأعياد المهمة، مثل إيه؟ الأعياد اللي عندهم مثل إيه؟ عيد الربيع وعيد رأس السنة. دي اللي إيه؟ الحياة إيه؟ الاجتماعية. دي نوعها إيه؟ اجتماعية. دي العادة اللي إيه؟ الاجتماعية. عيادة الإله، عيد الإله أمون. عيادة إيه؟ دي عيد إيه؟ عيد ديني. عيد جلوس فرعون على العرش، سياسية. ده عيد احنا انتصرنا فيه، عسكرية. عيد النصر عسكرية. العيد الاقتصادية زي عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الايه وعيد الحصاد. مع بعضنا تاني كده. الأعياد أنا كان عندي كام عيد؟ عندي الأعياد اجتماعية، دينية، سياسية، عسكرية، اقتصادية. واحد اجتماعية زي ايه؟ زي عيد الربيع وعيد رأس السنة. طب دينية زي عيد الإله أمون. طب سياسية يعني السياسة عيد جلوس فرعون على العرش. طب عسكرية عيد النصر. طب اقتصادية عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الايه وعيد الحصاد. كده احنا خدنا اول درس تاريخ للصف الاول الاعدادي. ان شاء الله باذن الله في الدرس